السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. اللي ما يعرفنيش أو لسه أول مرة تتفرج عليا فأنا أحمد داوود، وبعتبر القناة مساحتي الشخصية اللي بحب أتكلم فيها براحتي. لو لسه أول مرة تتفرج عليا ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناة، ولو مشترك ما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد أول بأول. النهاردة أنا حابب أتكلم في موضوع هيكون حساس شوية، بس حابب أتكلم فيه يعني. بداية كده دايما بقول او سمعت كلمة زمان بتقول طالما انت مش جاهز للحاجة ديت ما تطلبهاش من ربنا. طالما انت ما عندكش المؤهلات الكافية لحاجة معينة انت عايزها ما تطلبهاش غير لما تبقى مؤهل كفاية ليها. ايه معنات الكلام ده، او انا عايز اقول ايه من ورا الكلام ده؟ عايز اقول ان انا دلوقتي اغلبنا، مثال بسيط جدا خالص، اغلبنا كشباب لسه متخرجين من الجامعة، بنقول ان احنا لسه متخرجين من الجامعة ومفيش شغل يعني. وكتير بيقعدوا يشتكوا يقولوا مفيش شغل للخريجين، ما بيجيناش شغل، احنا قد اتعلمنا وفي الاخر التعليم جه على الفاضي وكلام من ده كتير جدا. طيب هي الحاجة المناسبة ديت طالبة واحد اتنين تلاتة اربعة، انا مش عندي غير واحد اتنين بس. طب فين تلاتة اربعة دول؟ فانا علشان اتقبل في الحاجة دي او اتقبل في الحاجة ديت او اشتغل الشغلانة اللي انا حاببها دي، انا لازم يكون عندي واحد واثنين وثلاثة واربعة. فانا طالما مش عندي واحد اتنين تلاتة اربعة دول، خلاص ما ازعلش لما اروح مثلا اعمل انترفيو في الحاجة دي او في الشغل ديت وما اتقبلش. ليه؟ لان انا مش مؤهل كفاية للحاجة ديت. فعلشان كده انا بشوف ان اي حد طالب حاجه معينه او عايز حاجه معينه يشوف الحاجه دي هي طالبه ايه. انا عايز اشتغل دلوقتي بمرتب مثلا او بسالري 10000 جنيه. طب السالري 10000 جنيه ده طالب لغه، طالب شهاده معينه. طب انا مش عندي الشهاده واللغه المعينين دول. طب خلاص يبقى انا هاخد كورس في اللغه وكورس في الشهاده ديت علشان لما اجي اقدم فيها بعد كده اتقبل فيها. وقتها بقى انت فعلا مؤهل، وقتها انت سعيت وبذلت مجهود، فهتلاقي ربنا هيكرمك بالحاجة دي فعلا. لكن مبقاش انا لا عندي لغة ولا عندي شهادات معينة مثلا تأهلني للشغل ده، واقول لا انا ليه ما بشتغلش الشغل ده، او انا ليه مش جاي لي شغل بالمبلغ او بالسعر الفلاني. فاللي انا حابب اقوله او الفكرة اللي انا حابب اوصلها ان انا ضروري جدا طول ما انا عايش، ودي يمكن بكررها في كل الفيديوهات، ابذل جهد واسعى واطور من نفسي واذاكر. والمذاكره فعلا زي ما والدي قال لي زمان، المذاكره ما بتخلصش. طول ما انا عايش بذاكر، طول ما انا عايز اكبر او عايز ابقى في مكان احسن او عايز ابقى في بوزيشن افضل او بوزيشن معين، انا لازم اذاكر علشان اوصل للبوزيشن ده. فطول ما انت مش مؤهل للحاجه ديت ما تزعلش من الرفض، او ما تزعلش ان هي ما جاتلكش. ليه؟ لان انت ما عندكش المؤهلات الكافيه، او انت ما عملتش واحد اتنين تلاته المطلوب في الحاجه ديت. فانت فعلا او احنا فعلا لو حاولنا اجتهدنا وعملنا وسعينا وبذلنا جهد وذاكرنا وشفنا الحاجات المطلوبة في السوق او مهارات العمل ايه، او السوفت سكيلز او الهارد سكيلز المطلوبة مننا في الشغل او في العمل او في سوق العمل الفترة ديت، هنلاقي فعلا كتير جدا. ويمكن انا بحسد نفسنا او بحسد ناس كتير جدا ان احنا الفترة دي او العصر ده عندنا حاجات كتير في المتناول، زي الكورسات الاونلاين، زي الفيديوهات اليوتيوب، زي كتير جدا تشانلز بيقدموا محتوى تعليمي. ده كله سهل وانت في البيت وانت في الشغل، لو مشغول دايما او في اصعب الاوقات تقدر ان انت تذاكر معاهم. بس هي الفكرة ان احنا بنستتقل ان احنا نذاكر، بنستتقل ان احنا نبذل مجهود، بنستتقل ان احنا عايزين حاجة تجيلنا على الجاهز، مش حابين او مش قادرين ان احنا نبذل مجهود ونتعب شوية علشان الحاجة دي. بس زي ما قلت في فيديو قبل كده برضو، ان احنا لما نتعب على حاجة لينا او هتعود بالنفع علينا احسن ما نتعب لحد او في حاجة حد تاني. لان احنا كده كده هنتعب، هي الحياة بتكون مشقة، والحياة عايزة اللي يسابق فيها او اللي يصارع فيها. فالمصارعة هنا هي ان احنا نتعلم مهارات جديدة، ان احنا نطور من نفسنا، ان احنا نبذل مجهود او نذاكر او نتعب علشان نوصل للحاجة اللي احنا عايزينها. في نهاية الفيديو حابب ان انا اقول ان انا ما علي الا السعي. انا مطلوب مني ان انا كل يوم اسعى، كل يوم اذاكر، كل يوم اطور من نفسي، كل يوم، وربنا مش بيضيع السعي. ان لا يضيع اجر من احسن عملا، في ايه فيما معناها وان ليس الانسان الا ما سعى. من هنا لحد اشوفكم فيديو جديد وحلقة جديدة. سلام.